ندى بنية كانت عايشة ببيت أهلها، عائلة محافظة زيادة عن اللازم، وأبوها كان حيل صارم، وعندها 3 ولد و5 بنات خوانها، وأمها مالها كلمة قدام الأب، وأخوانها مسيطرين على كل شيء. كلمة لا هي الجواب الوحيد لأي طلب، وماكو حنان لأن الهوسة كان بس شلون نربي ونستر. ومن كثرة خوانها صار البيت هوسة وقلة حب وحنان. ندى كانت تدور على أي مخرج، على أي ذرة اهتمام. من تقدم لها حازم، ندى شافت بيه المنقذ، وافقت فورا بدون تفكير، بس تريد تطلع من سجن أهلها وتعيش حياتها وتدور على الاهتمام والحب اللي تريده. زواجها كان سريع وتقليدي، بس حازم كانت علاقاته النسائية هواية، وكل ساعة يغيب عن البيت وما يهتم لمشاعر ندى، حتى يتصل على نسوان بالموبايل قدامها ولا كأنه هام مشي. ندى كانت بمشاكل هواية وخصام، وتروح البيت أهلها بس هم يرجعوها بحجة ما نقبل الطلاق. ومرت السنين والمشاكل زادت، وعذر أهلها أنه عندها أطفال ولازم تستغني عنهم حتى تتطلق. صبرت ندى، ومهما تحكي وياه ماكو فايدة. ممكن أسألك سؤال؟ كولي، هاي البنات اللي دا تخابرهم شنو علاقتك بيهم؟ صديقات وانت متزوج، عادي شبيها، عادي تحكي وياهم قدامي وما تحترم وجودي. لا تكبرين الموضوع. أنا زوجتك، من حقي أغار، وأني من حقي أعيش حياتي، وأني وين مكاني بحياتك؟ موجودة، بس لا تتدخلين بكل شيء. يعني أتحمل وأبقى ساكتة. إذا تريدين تبقين وإذا ما أقدر، الباب مفتوح. ومرت 6 سنوات والحال بقى نفسه ما تغير، لحد ما في يوم تغير كل شيء. نزلت ندى للسوق تشتري هدوم لجهالها، وبالمحل شافت علاء كان يشتغل هناك، كان لسانه حلو، يحاول يهتم بيها، وكلامه وياها جميل يلاطفها، وهي أعجبت بيه، وهو كان معجب بيها من أول نظرة. وصارت مكالمات بين فترة وأخرى. ليش ما تيجين للمحل؟ لأنه هواي ملابس حلوة جايبين مال الأطفال. ترد عليه لأن زوجي يتأخر يم أصدقائه وماكو مجال أجي. فيعلق: أني لو بمكانه ما أترك البيت. ويقول: أني هم عاني ويا زوجتي ما تفهمني، بس لو واحد يلقى مثل طبعك يخليها بعيونه. وبعد ذلك صار تجاوز بالكلام، ثم صار لقاءات، ثم بدأت العلاقة تتطور بيناتهم، وبعدين العلاقة صار بها خطأ وأخطاء وعلاقة. بدت ندى تندم، لكن بعدين اعتادت على هذا الشيء، وصار علاء جزء من حياتها. حازم اللي كان لاهي بنسوانه لاحظ برود ندى، ما تبكي ما تغار، ومكابل الموبايل ليل ونهار. فد يوم غافلها وأخذ الموبايل، وانصدم بالمحادثات والصور. الدنيا قامت، ضربها وخابر أخوه، واتفق يطلقها بالمشاخط وبدون فضيحة، بس بشرط تتنازل عن كل حقوقها وعن جهالها لأنها خائنة. خلص الموضوع. شنو صار؟ كشفتها، كل رسائل وعلاقة. بعد شو تريد؟ ما أريدها نهائيا. متأكد من قرارك؟ متأكد، ما أريد أشوفها بعد. عندكم أطفال؟ الأطفال أربيهم آني، بس هي لا. ما رح أسامح ولا رح أرجع لها. زين، شو تسوي هسا؟ أطلقها اليوم قبل باكر. وأهلها ما يهمني أحد، خلي ياخدوها. هي اختارت طريقها وأنا خلصت. ندى اللي كانت متصورة على هو الجنة المنتظرة، وافقت ووقعت وتنازلت عن كل شيء، حتى عن جهالها بدم بارد. راحت لبيت أهلها، واللون كان يأكل بيها من كل جهة. شلون تتركين جهالك؟ شلون تتنازلين عن حقوقك؟ بس هي ما بالت، كانت تفكر بس بعلاء. راحت لعلاء فرحانة وترقد، تقول له: طلقت وجيتك، يلا تزوجني. هنا علاء كشر عن وجهه الحقيقي، ضحك عليها وقالها: أنا أتزوج واحدة خانت رجلها، أنا كنت أتسلى وعندي مرة شريفة بالبيت. وطردها من المحل قدام الناس. ندى حست الأرض تفتر بها، خسرت بيتها وجهالها وسمعتها على المود وهم. بس ندى ما راحت تسكت، الحقد والندم تحولوا لدافع انتقام. بعد كم يوم أخذت أختها وراحت لعلاء، توسلت بيه بالبداية ورفض. بلحظة واحدة شكت عبايتها ودبت شيلتها وقامت تصرخ وتصيح بالمحل: الحقوني، هذا تحرش بي. الناس التمت، وأختها قامت تضرب بالمحل بالطابوق. خابرت إخوانها وجوي فزع وضربوا علاء ضرب موت. الموضوع كبر ووصل للعشيرة. ندى قعدت قدام كباريت العشيرة وقصت: ما أريد فلوس، أريده يستر علي، فضحني بين الناس ولازم يتزوجني. أبوه لعلاء خوفا من القتل ومن الفضايح اللي صارت جبر علاء وقال له: تتزوجها غصبا عليك، أنت اللي خربت بيتها وأنت اللي تتحمل النتيجة. تزوجت ندى علاء، بس يا ريت ما تزوجته. صارت زوجة تانية ببيت ما بي غير الفقر والكره.
علاء كره حياته، وندى قاعدة تندب حظها بمكان أضيق وأصعب من سجن أبوها وسجن حازم.